اهلا وسهلا بكم بعد فترة غياب طويلة. بقالنا فترة بنصور يوم ونبطل 10. كنا الاول بننزل كل يوم فيديو بنتكلم عن اخبار الاهلي، اخبار الزمالك، والدفاع عن كيان نادي الزمالك وتحليل المباريات. بس فترة كده بقينا نخف في الفيديوهات لان احنا كنا بنجهز لبرنامج يليق بالمحتوى اللي انا بقدمه. اتكلمت قبل كده على تطوير الكرة المصرية، كانت ناس بتدخل تتريق. اتكلمت قبل كده على مدير فني يليق بمنتخب مصر وبتاريخ منتخب مصر، ناس كانت بتدخل تتريق. اتكلمت على مشاكل في نادي الزمالك وأدت لكوارث في نادي الزمالك، ناس كانت بتدخل تتريق. اتكلمت على حاجات حصلت في النادي الأهلي، ناس كانت بتدخل تتريق. وبعد أول ظهور ليا على قناة فضائية، قرار رئاسي بتوجيه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لأبو ريدة علشان خاطر يناقشوا المواضيع اللي أنا طرحتها والمواضيع اللي أنا مهتم بيها والمواضيع اللي أنا بتكلم عنها. فإن شاء الله عملنا برنامج على قناة الشمس 2، بس للأسف الشديد لحد دلوقتي لسه ما استقرتش على اسم البرنامج. فاكتبوا لي في التعليقات اقتراحاتكم لاسم البرنامج يعبر عن المحتوى اللي احنا بنقدمه. ندخل بقى في مباراة الأهلي والزمالك الأفريقية. طبعا قبل ما نتكلم على مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والزمالك في الكونفدرالية، لازم أفكركم بحاجة برضو. اتكلمت على عودة الجمهور. استاد القاهرة متقفل لجمهور النادي الأهلي. النادي الأهلي بيناشد جمهوره علشان خاطر يروح يشتروا تذاكر مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. الحكومة سمحت للنادي الأهلي إن الاستاد يكون مفتوح. هات الجماهير بتاعتك، ورينا أكبر عدد جمهور في مصر وفي الشرق الأوسط، علشان خاطر اللي عنده كلمة بقى 70% 80% يحطها في البيت. اللي هيبدأ بكرة إن شاء الله النادي الأهلي مع مدير فني جديد أجنبي، لعب مباراة أو اتنين. طبعا الأداء باين من عنوانه، مش هقوله دلوقتي علشان خاطر ما اخدش هجوم، بس انتوا أكيد عرفتوا أنا هقول على المدير الفني الجديد للنادي الأهلي إيه. النادي الأهلي بقى مستقر في اللعيبة في الملعب، استقرار فني. عنده لعيبة بتلعب مع بعض 3-4 مباريات، 5-6 مباريات، 10 مباريات، 13 موسم مع بعض. اللعيبة محفوظة في النادي الأهلي، فمش هيكون في أي جديد غير كواليتي لعيبة النادي الأهلي اللي احنا اتكلمنا عليهم الفترة الأخيرة. هل عواجيز ولا كانت زوبعة وهتعدي وما كانش معانا مدير فني يليق بالنادي الأهلي في بداية الموسم؟ حضور جماهير، استقرار فني وإداري. هنشوف بقى نتيجة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هتكون عاملة ازاي، خصوصا ان هو بيلاعب أو هيلاعب فرق من فرق الغلسة في الكورة، ما بتستسلمش. لو إمكانياتها قليلة ما بتستسلمش، بتجري في الملعب، بتلعب أوفرات، لعيبة بتلعب على الضربات الثابتة أو أسلوب لعب ضربات ثابتة. احنا عندنا الشناوي بيطير من غير ما يبص للكوره. اما نادي الزمالك بقى في حاله لا يحسد عليها، يوفروا له كل اداه المدير الفني الاحترافيه، محلل احترافي، جميع اللي موجودين معاه في الجهاز الفني احترافي، يكون في صفقات كويسه تيجي في اقرب وقت. مشكله القيد اتعودنا عليها، بقت صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء وبتتحل يعني. فنفكر في الصفقات اللي جايه. الزمالك طبعا كالعاده بتاعته في حاله كويسه بنستنى منه اداء مفاجئ، في حاله مش كويسه بنستنى منه برضه اداء مفاجئ. في اي حاله بيكون فيها نادي الزمالك بنستنى نشوف شكل جديد لنادي الزمالك، اداء جديد لنادي الزمالك، نطمن على مستقبل نادي الزمالك الفتره اللي جايه. توقعاتنا لمين يفوز بالمباراه؟ طبعا الاهلي هيلاعب فريق صعب مش سهل، بس هيلعب على ارضه في وسط جمهوره، فممكن الاهلي يطلع تعادل سلبي يا اما يخطف هدف كده ويفوز 1-0، وقولوا يا رب النتيجه دي ما تحصلش. اما نادي الزمالك فيا رب يفوز 10-0. لايك وشير واشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله.